السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم القرنبيط بطريقه سهله جدا وبسيطه. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. شايفين شكله عامل ازاي؟ يعني ولا قرمشته ولا طعمه، والله كان في منتهى اللذاذه، ده غير ان هو اقتصادي جدا. يلا نشوف عملناه ازاي. انا هنا جبت قرنبيطايه كده. دي طازه وفريش وشكلها حلو كده زي ما انتم شايفين. لقيت الراجل معدي، اللي هو الراجل اللي بيبقى معاه كرنب وقرنبيط وخضرة والحاجات دي. هتلاقي احسن قرنبيط واحسن كرنب هتلاقيه مع الناس دي. وبرده بيبقى في السوق يعني، والاماكن دي بيبقى فيه القرنبيط اللي هو شكله عامل كده. المهم هتجيبي القرنبيطايه كده بالشكل ده وتقطعيها زي ما انت شايفه كده، او تقطعيها اي تقطيعه مناسبه ليكي يعني. انا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكانت حلوه جدا معايا. هقطعها كلها واغسلها كويس قوي وانقعها في شوية مية وخل كده، بحيث ان هي الخل بيقتل اي ميكروب في اي خضار. وبعد كده هصفيها كويس قوي، وهتشوفوها دلوقتي معايا. انا كده كنت غسلتها وصفيتها كويس قوي، زي ما انت شايفه كده. بوريكي اللي انا قطعتها ازاي. قطعتها بالشكل ده، وكانت حلوة جدا معايا. هنا معايا حلة على النار فيها مية مغلية. هحط فيها ملح وكمون. لو عايز تحطي شوية حليب حطي، بس انا شايفاها شكلها فاتح وحلوة يعني طازة، فما حطيتش. وبعد ما اتسلقت كانت بالشكل ده، يا دوب يعني تبقى طرية كده معاكي، ما تبقاش مهرية يعني وكده في التسوية. هنا معانا كوباية من الدقيق، هحط عليها 3 معالق من النشا. وما تكتريش نشا عشان ما تبقاش ناشفة قوي. احنا مش هنجبسها يعني، احنا يا دوب هنخليها مقرمشة. يبقى هنحط على كوباية الدقيق 3 معالق كبار من النشا، و... ونص معلقة من البيكنج باودر، وملح وفلفل وكمون وكزبرة وشطة وبابريكا وكركم. من كل حاجة زي ما انت شايفة كده، نص معلقة صغيرة اللي هي معلقة التوابل. هقلب الخليط ده كله كويس قوي زي ما انت شايفة كده، وهاخد نصه. هعمل نصه خليط سائل والنص التاني هيفضل خليط جاف. قبل ما احط البيض والخضرة على الخليط السائل هاخد نصه زي ما انتم شايفين كده. الاذان، الله اكبر، الله أكبر. معلش هرجع لكم تاني بعد الاذان. انا كده رجعت لكم تاني، حطيت على الخليط السائل اللي هيعمله سائل يعني، حطيت عليه معلقه من الثوم وبضايه واحده. لو مش عايزه تحطي بيض خالص ما تحطيش، ما بتفرقش خالص والله، وبيبقى طعمه حلو جدا. وحطيت نص كوبايه من الخضره المشكله اللي هي كزبره وبقدونس وشبت. وهبدا اخلطهم كده كويس قوي باي مضرب وباي شوكه عندك، باي حاجه هيتخلط معاكي ويبقى خليط سائل وزي الفل. المهم هفضل اخلطهم كده كويس قوي لحد ما الدقيق والنشا والتوابل يختفوا كده، وما يبقاش فيها اي كلاكيع، يبقى خليط سائل زي ما انت شايفه كده. هجيب كده قطع القرنبيط بتاعتي واحطها الاول في الخليط السائل، وبعد كده احطها في الخليط الجاف. بس عايزه اقولك ان المعلقه اللي هتحطي بيها في الخليط السائل ما تحطيش بيها في الخليط الجاف، عشان الخليط الجاف ما يكلكعش معاكي ويبقى طري. هنفضها كده تنفيضه بالشكل اللي انت شايفاه ده، علشان تدينا القرمشه الكريسبي اللي بتبقى من فوق دي على القرنبيط. ومعاكي هيبقى احلى قرنبيط ان شاء الله. شايفين؟ بحط كده القرنبيط الاول في الخليط السائل، بعد كده ارجع احطها في الخليط الجاف، وانفضها تنفيضه كده بحيث ان هي تديني الشكل الكريسبي المقرمش ده اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. هيبقى حاجه كده في منتهى اللذاذه والله. جربيه وان شاء الله هيعجبك جدا. لو عايزه تحطي بدل الميه حليب حطي، لو عايزه تحطي بدل البضايه واحده بيضتين او 3 حطي، لو مش عايزه تحطي بيض خالص ما تحطيش، هيبقى زي الفل معاكي. معايا هنا حله صغيره خالص فيها زيت، عشان لازم الزيت يبقى غزير علشان القرنبيط يتحمر معايا كده ويبقى شكله ذهبي كده وجميل. كنت عايزه اسمعكم والله صوت القرمشه. شايفين الكفر ثابت جدا على القرنبيط ومش بيقع، وكمان مقرمش جدا معاكي، وبألف هنا وشفا ان شاء الله لكل اللي هيجربه. أه بس كده. وانا دلوقتي هعمل معاكم سندوتش، هو العيش صغير شويه بس ايه هنمشي الدنيا يعني. شايفين شكله يعني؟ ده اسمه تشيكن قرنبيط يا جماعه والله. شايفين شكله عامل ازاي؟ حتتين لفت كده وبألف هنا وشفا. وهو ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم.
لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومع الف سلامة. باي باي.